جالي كومنت لطيف قوي بيقول لي ازاي استخدم التيك توك، ازاي استخدمه صح بغض النظر عن اللي بنشوفه اليومين دول من تكبيس وتحديات والجو ده. احب اقول له انا ما فهمتش يعني ايه تكبيس. يمكن دي تكبيس اللي هي حاجات كده، معلش انا قلت فاشن شويه. anyway لازم ابقى عارف انا داخل استخدمه ليه. هو انا داخل استخدمه عشان خاطر هو ده مصدر رزقي، ولا انا داخل استخدمه عشان انا بتعلم حاجه منه، ولا انا داخل استخدمه عشان خاطر اعلم الاخرين. انا كمنى رضا بتابع اكونتس معينه بيعلموني حاجات كتير جدا، سواء في المطبخ سواء في الكمبيوتر. عند الابل، ما اني ماليش في الفوتوشوب بس متابعه واحد بيعمل حاجات فوتوشوب هايل جدا، ممكن تكونوا عارفينه، علي هاسلر. بتابع ناس تتكلم على السكين كير مع ان ده مش مرحلتي العمريه خالص، لكن في حاجات ممكن تكون اضافه لذهني. وساعات لما بتابع حاجات بيبقى برضو عشان خاطر لما العينين يجولي ابقى شايفه انه انا مواكبه اللي هم بيعملوه، عارفه بيتكلموا عن ايه. لكن ان انا النهارده ابقى ضحيه، مش عايزه اقول ضحيه، انا عبده للبلاتفورم، يبقى انت بتستحل العبوديه لنفسك تحت اسمها انها مش بشخص وانما ببلاتفورم. فانا طول الوقت لازم ابقى قاعد عليه، انا طول الوقت لازم اعمل اللي هو طالبه مني، انا طول الوقت لازم ابقى بنفذ الطلبات وبجري ورا الاهواء وعايز ابقى موجود وعايز ابقى الناس راضيه عني فانا ايه الفرق بين العبوديه؟ فانا بقيت عبده لجهاز او لاي نوع من انواع البلاتفورمز.